السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله احنا معانا ام جي 5 لاكشري اعلى فئه. كل المواصفات اللي انت متخيلها اللي بتنزل في اعلى فئه في الام جي موجوده معانا في الفئه دي، لان دي الفئه الثالثه اللاكشري. كل المواصفات موجوده فيها: كاميرات 360 درجه، جنط 2 تون، عدسات LED، مميزات ومواصفات كويسه جدا، مرايات ضم، اشارات في المرايات، فتحة سقف. عربية محترمة قوي، تعالى نتفرج عليها مع بعض. بس قبل ما نخش في العربية حابب ان انا اوضح كام حاجة كده. العربية دي فيها رخصة سنتين مرور المنوفية. كمان العربية دي عليها طبقة نانو سيراميك، فيها ضمان 5 سنين. حالة محترمة قوي، هتحافظ طبعا على العربية ضد العوامل الجوية. طبعا حضراتكم عارفين طبقة النانو سيراميك والفوائد بتاعتها، ودي حاجة ممتازة قوي. كمان بنقدم سعر حلو قوي في العربية، 525,000 جنيه. عشان العملاء بتوعنا كمان والناس اللي بتتابعنا هنقدم سعر اقل في العربية دي، لكن انا مش هقول على السعر اللي هيكون الناس اللي جاية من خلال الصفحة. هم لما يجوا يشتروا ان شاء الله او يتواصلوا معانا من خلال رقم الهاتف هنقول لهم على السعر بتاع العربية، هنعمل لهم يعني ديسكاونت مخصوص للناس اللي بتتابعنا. حابب اذكر بحاجة كمان قبل ما نبدأ في الفيديو. احنا بنصور النهارده في معرض اوتو مطوع. المعرض ده موجود على طريق شبين اوسنا بعد الكمين بحوالي 100 متر. عندهم طبعا زي ما احنا معودينكم العربيات الفابريكا والحالات النادره. يعني العربيه اللي معانا دي مثلا ماشيه 30,000 كيلو، فيها رخصه سنتين زي ما اتفقنا. عربيه لاكشري اعلى فئه، صيانات توكيل بالكامل، كل صياناتها في التوكيل، اي غيار زيت ما اتعملش بره. فالحاله بتاعتها بحاله 23، العربيه 22 لكن حالتها ب 23. حتى الراجل اول ما اشتراها ركب لها طبقه النانو سيراميك عشان يحافظ اكتر على العربيه. وهنتفرج دلوقتي على الحاله مع بعض ونشوفها. حاله محترمه قوي طبعا، مش بقول كلام وخلاص، لكن طبعا انت هتشوف بعينك دلوقتي معايا. ونبص على حاله الصاج كمان، ما فيهاش جرام بوهيه، حاجه ممتازه قوي. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول عشان ما نضيعش وقت كتير. بسم الله. بسم الله. تعالى ما نبدأ كده في المقدمة بتاعة العربية. طبعا حابب أذكر تاني العربية مطلوب فيها 525,000 جنيه، وطبعا هيحصل خصم للناس اللي جاية من خلال الصفحة. طبعا احنا بنذكر ان احنا بنصور في معرض اوتو مطوع. المعرض ده موجود على طريق شبين اوسنا بعد الكمين ب 100 متر. مواصفات العربية تاني بس في بداية الفيديو قبل ما ندخل هقولها لكم كده في السريع، وبرضه هنتفرج عليها واحده واحده مع بعض. طبعا العربيه لاكشري اعلى فئه، مش محتاجين ان احنا نتكلم على المواصفات، لكن هنتكلم على الحاجات اللي بتكون بارزه يعني، او الحاجات اللي بتوضح في معظم العربيات او الفروقات بين الفئات. العربيه طبعا فيها كاميرات 360 درجه، عدسات LED، فيها اشارات في المرايات، مرايات طي، فتحه سقف بانوراما، جيروت سبور، فرش جلد، شاشه 10 بوصه بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. كمان الحاجات اللي بتتميز بيها العربية وهي في موديل 22 ان عداد العربية 30,000 كيلو، حاجة محترمة قوي. صيانات العربية بالكامل في التوكيل، مفيش فيها ولا صيانة خارج التوكيل، فدي حاجة محترمة قوي. تعالى بقى اما نتكلم كده واحنا بنبص على حالة العربية من الخارج ونشوف المواصفات بتاعتها، ونتكلم كمان على المميزات اللي احنا شايفينها في العربية. طبعا احنا شفنا الواجهة الأمامية وشفنا حالة الصاج بتاعها. انا بتفرج معاك عشان كأنك بتشوف بعينك طبعا، والكلام ده الناس اللي بتتابعنا عارفاه وانا بحاول اقوله في كل فيديو. تمام. تعالى كده اما نشوف. عندنا جنط السبور التو تول، حاجه ممتازه قوي زي ما احنا شايفين معانا دلوقتي. طبعا العربيه ما فيهاش ولا جرام بوهيه ولا خربوش، حاله محترمه قوي ما شاء الله. كاميرات ال 360 درجه طبعا زي ما حضرتك شايف. عندنا اشارات في المرايات، حاجه ممتازه قوي. عندنا كمان في بصمه خارجيه وبصمه داخليه اللي هو الكليس انتري. عندنا فتحه سقف، حاجه ممتازه قوي ما شاء الله. بص كمان على باقي الجنب بتاع العربيه، وهنبص على ظهر العربيه كده مع بعض. عندنا طبعا ظهر العربيه زي ما احنا شايفين
حاله ممتازه قوي، ما فيهوش ولا خربوش ولا جرام بوهي. طبعا الاضاءه الخلفيه بتكون بخاصيه LED برضو، فدي حاجه محترمه قوي. طبعا الناس عارفه، بس انا برضو بوضح في السريع كده واحنا بنتفرج على الصاج بتاعه العربيه. برضو هندخل دلوقتي ونبص على حاله الصالون الداخلي ونشوف الاوبشن اللي موجود زياده في العربيه، ونبص على الحاله العامه للعربيه من الداخل. الجنب التاني برضو في العربيه ما شاء الله مفيش ولا خربوش ولا جرام بوهيه. عربيه ما شاء الله حالتها كويسه قوي قوي قوي، يعني بحاله 23. مش عايز ابالغ، لكن العربيه ما شاء الله حالتها حلوه قوي يعني. تعالى ما نبص كده على حاله الصالون الخلفي مع بعض. بسم الله. ادي الباب بتاع العربيه. تعالى كده اما نشوف عندنا الباب بشكل عام، شكله ممتاز. طبعا مش هنتكلم عن الشكل لان العربيه ما اختلفتش 21 من 22 من 23. الشكل كله استندر ونازل، فانا مش هتكلم عن الاختلافات من حيث الشكل، لكن هتكلم من حيث الجوده وجوده الاستخدام اهم حاجه، لان احنا بنبيع العربيه ان هي يوزد، لكن العربيه بحاله 23 الصيانه بتاعتها بالكامل بتكون في التوكيل. فاحنا بنبص على الجوده بتاعه الحاجه من حيث الاستخدام. تعالى كده ما نشوف حاله الصالون الخلفي، نشوف الفرش بتاعه هل يدل على انه استخدم ولا لا. زي ما احنا شايفين طبعا العربيه بتدل ان هي اتشال من عليها الاكياس بتاعه المصنع فقط. عندنا طبعا 3 مساند للراس، لكن مفيش عندنا هنا للاسف مسند وسطي. كده طبعا ما يعيبش في العربيه خالص، حاجه بسيطه يعني. عندنا كمان هنا في 2 وصلة شاحن، لكن بتكون USB فقط، حاجه ممتازه قوي. طبعا فرش العربيه بالكامل بيكون من الجلد. في عندنا كمان ايرباجات هنا في الكراسي من الجنب، فدي حاجه ممتازه قوي. طبعا عندنا في ايرباجات في الستاير، يعني العربيه تقريبا بتنزل 8 ايرباج، فدي حاجه ممتازه قوي. وطبعا الناس اللي بتقول ان العربيه صيني، هي العربيه صيني طبعا الكلام ده الناس عارفاه، لكن الخامات والديزاين بتاع العربيه ما يدلش ان هي صيني خالص ولا بتشبه للعربيات الصيني. ده مش موضوعنا، ممكن نبقى نعمل حلقه مخصوص للعربيه. طبعا احنا عاملين لها ريفيو قبل كده ومتكلمين فيه عن الموضوع ده، يا ريت لو انت ما اتفرجتش عليه هسيبه لك في الاي، ممكن يظهر معاك في الدقيقه الثانيه او الثالثه او الرابعه على حسب بقى، لان انا ممكن ما افتكرش صراحه وانا بحط الاي. وبرده ممكن اسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. ويا سيدي لو انا ما سبتهولكش خالص يبقى دور كده في القناه وشرفنا واتفرج كده على الفيديوهات، هتلاقيه موجود ان شاء الله. هنبص على الحاله بتاعه العربيه من ناحيه الباب الجانبي، وهنبص برضو على الحاله من ناحيه باب السواق ونشوف الاوبشن اللي موجود في العربيه بالكامل، لكن لما نروح من ناحيه باب السواق. لكن حابب بس ان انا اوضح لك هنا معظم الحاجات اللي مش هنشوفها من الناحيه الثانيه، او بمعنى اصح الكاميرا مش هنقدر نقرب عليها واحنا عند باب السواق. فانا هحاول اوريها لك من هنا. في حته هنا شبه الابانوس، لكن هي طبعا مش خشب طبيعي، بس برضو مديها شكل جميل قوي في العربيه. والتابلو بتاع العربيه طبعا من البلاستيك، لكن خامه محترمه. طبعا احنا اتفقنا ان الكراسي بالكامل بتكون من الجلد، في عندك كراسي كهرباء. تعال ما نبص بقى من الناحيه الثانيه نشوف الاوبشن ونشوف الطاره بتاعتها، عشان في حاجه جامده قوي حابب ان انا اوريها لكم من ناحيه باب السواق. عندنا طبعا هنا في الكليس انتري او البصمه الخارجيه، حاجه ممتازه قوي. اوبشن احنا نسينا نقوله برده في بدايه التعريف بتاع العربيه. عندنا طبعا هنا في 4 ازاز كهرباء، وفي عندك السنتر لوك. لكن عندنا بقى هنا الضبط والضم بتاع المرايات بيكون الناحيات. في حاجه جامده قوي بقى هنا، ان مثبت السرعه بيكون جاي في الدراع ده. الناس بقى اللي بتحب العربيات واللي مهتمه قوي بالعربيات تقول لنا الدراع ده بيكون موجود في عربيات ايه من الماركات العاليه. الناس اللي مهتمه بالعربيات بس هي اللي هتعرف. انا هقوله لك، بس هسيبك كده ثانيتين 3 تفكر معايا على ما نشوف كده مع بعض الطاره بتاعه العربيه المالتي فانكشن، ونشوف الزراير اللي موجوده فيها، وبعد كده نبص على عداد 33000 كيلو. هقول لك الدراع ده بيكون موجود في عربيات ايه. بس هسيبك كده تفكر معايا على ما نبص على باقي الاوبشن بتاع العربيه. عندنا هنا كمان في طبعا الكراسي الكهرباء زي ما اتفقنا، وبرده شفناها في الناحيه الثانيه. كراسي طبعا من الجلد وقعدتها مريحه قوي، والكرسي حاضنك كده وانت قاعد. اكيد طبعا الناس اللي عارفه العربيات الMG عارفه الكلام ده، مش محتاجين ان احنا نوضح، لان طبعا احنا ما بنعملش ريفيو للعربيه، احنا عملنا لها ريفيو قبل كده. تعالى ما نشوف هنا الطاره المالتي فانكشن بالكامل، حاجه ممتازه قوي. طبعا هنا في ان انت ممكن تكلم العربيه. عندنا هنا كمان عداد العربيه اللي ماشي 33000 كيلو. شكل العداد طبعا تقليدي، وده مش موضوعنا ان احنا نشرح في العربيه، لكن العداد بتاعها 33000 كيلو، فالعربيه يعتبر بحاله الزيرو. تعال اما نشوف كده
في الكونسول الوسطي عندنا الشاشه ال10 بوصه اللي بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو زي ما احنا اتفقنا. عندنا طبعا الدايل او البكره اللي انت ممكن تتحكم فيها بكذا حاجه، ممكن تتحكم فيها في سرعه التكييف زي ما احنا شايفين، او تغير هنا وتتحكم مثلا في الصوت، هنا تتحكم في درجه الحراره، هتغير تاني تتحكم معاك في الصوت زي ما احنا شايفين. فدي حاجه ممتازه واوبشن كويس قوي في الكاسيت بتاع العربيه، عامل لك التكييف. وطبعا انت ممكن تتحكم في المكيف من خلال الشاشه، لكن ده طبعا مش موضوعنا لان الشاشه دي لوحدها حوار صراحه ان احنا نقعد نتكلم عليه. عندنا برضو هنا في الكونسول الحاجات المحترمه اللي موجوده عندنا هنا دي، ده مكان كده صغير، وعندنا الفتيس طبعا، وعندنا الفرامل الكهرباء، وعندنا كمان هنا الاثنين كاب هولدر. فالعربيه بشكل عام كويسه جدا، وحالتها بحاله ال 23 لان العربيه ماشيه 33,000 كيلو، فيعتبر لسه بحاله الزيرو، لان طبعا الصيانات بتاعتها بالكامل في التوكيل. فدي حاجه ممتازه قوي في العربيه. بس حابب ان انا اقول لك ان الدراع ده بتاع المرسيدس هي اللي بتحب تعمل مثبت السرعه في الحته دي، فدي حاجه ممتازه. بس كده ده كان نهايه الفيديو بتاع النهارده. يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. كان معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.